ده بقى المطعم اللي السعوديين فيه اكتر من المصريين، بس مش عارف بقى ليه ورقة اللحمة عندهم عاملة كده. النهارده بقى هنجرب واحد من اشهر المطاعم المصرية وهو مطعم صبحي كابر. هنجيب بقى من عندهم كام حاجة كده نجربها ونقول رأينا. هنبتدي بقى باول حاجة بنص فرخة شيش، عبارة عن نص فرخة كده صدر وورك، حجمها كويس جدا وتتبيلتها رائعة وسعرها افضل من كل ده. سعرها 135 جنيه شامل الضريبة والخدمة، والفراخ دايبة زي ما انت شايف كده ومستوية كويس قوي. نخش بقى بعد كده على الربع الكباب والكفتة، وبيبقى عبارة عن 2 صابع كفتة وقطعتين لحمة. طعم الكفتة كويس جدا وخشنة شوية والدهون فيها مظبوطة قوي. وربع الكباب والكفتة ده سعره 195 جنيه والسعر شامل الضريبة والخدمة. اما بقى قطعتين الكباب كان حجمهم كويس جدا بالنسبة لربع، وتتبيلتهم كانت قوية قوي، وكانت التسوية بتاعتهم مظبوطة جدا. اكتر حاجة بتميز صبحي كابر من وجهة نظري هي قطعيات اللحم. عارف كل قطعة بيتعمل منها ايه، وده بيوفر معاه، فبتلاقي اسعاره كويسة جدا وتلاقي جودة الاكل كمان طعمها كويس جدا. ايه بقى الحاجة اللي لازم تجيبها من عند صبحي كابر وعلى ضمانتي؟ هي ورقة اللحم. اختراع عنده، تتبيلة وصوص وبصل وفلفل وطماطم وقطع لحمة رقيقة وشربة من التتبيلة، حاجة عظمة قوي، وسعرها 195 جنيه. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة.